عمرني تخيلت باللي نيتي الصافية غادي تكون هي السبب في خراب دار اختي، وباللي دخولي لعندها غادي يولي هو أكبر غلطة درتها في حياتي. مشيت عندها باش نونسها، ساعة صدقت أنا هي اللي شعلة العافية بلا ما نحس. اللي وقع بين دوك 4 الحيوط كفس من أي سيناريو ديال شي فيلم. واش أنا اللي كنت غالطة، ولا اختي اللي ظلمتني، ولا الزمان اللي ما بقاش فيه الأمان حتى في وسط الدم؟ مشيت عنده غير نجرب نشوف واش غادي يجي في الريح ديالي ولا ما يجيش، وما ترددتش لحظة، غير مشيت عنده وهو يستعجب ليا. كنت انا واختي دايرين واحد الريهان، قلت ليها نتحداك اي راجل بغيتي تدوريه وبغيتي تزيريه راه ممكن، ما كاينش شي راجل اللي ما يدورش. ملي كتكون المسألة كتعلق بشي امرأة قالت لي كلشي يدور الا راجل، راجلي وخا يكون ما نعرف شنو يكون. قلت لها كنتحداك واجي نجربو. سيخت اختي لعند دارنا، اختي كانت مزوجة بواحد الراجل في مدينة ووالدية في مدينة. كنت مرة كنجي عند اختي، كنجي عندنا نجلس معاه نونسها من زمان، من يلاه تزوجات حتى لدابا. دابا راه ولدات وولادها كبروا. دائما كنجي عندها، معروفة هاد القضية، تنجلس معاه حتى كنشبع وكنمشي بحالتي. تراهنا باش انني ندوب راجلها. مشات هي للدار وانا بقيت. ملي جا راجل اختي من الخدمه لقاني انا لبست واحد البيسه اللي زوينه وكتبين وموريه وكديت وجهي وراسي. راجل اختي دخل جا من الخدمه لقاني انا، بدا كيشوف فيا وكيضحك وعجبو الحال. ما سولش على اختي نهائيا ولا حتى عرف واش كاينه لما كايناش. جا عندي الكوزينه قال لي وجدي ليا شي كويس العصير، راني جبت واحد لافوكا طحنيها ليا مع الحليب. قلت له واخا نطحلك لافوكا نطحلك اللي بغيتي. بديت كنضحك حتى انا وكانت حلوين، ومشيت كنصيب ديك لافوكا جبتها وغسلتها وجبت ديك الكاس ديال العصار ودرت ديك لافوكا ودرت السكر ودرت الحليب ومشيت عنده. قلت له واش نمشي نزيد لك ليها لويزات ولا بريغات ولا بغيتيها غير حرفيه؟ جا عندي الكوزينه قال لي بلاتي كاينه واحد الزبيب كناخدو في الصباح، جبتيه راه هو في ديك البلاكار، ديريه ليا وزيدي الكركاع، دير لي شكاس خاطر وصوبي لك سنتي واحد. واخا وشنو اخر صايبيهم وجيبيهم الصاله واجي نشربوهم ونديرو شي فيلم نتفرجو فيه. ديرها شابي فيلم، شي فيلم يكون زوين. واخا هنا نطحن لافوكا ونجي. وديت كنطحن في ديك لافوكا ومرة كنلوح قريت يعفق من طحانة. قلت له هكا باش نسوقو. جلست عام وحسيت به انه راه كتعرفوا بنادم ملي تيكون هادشي راه مفهوم. بديت كنشوق فيه وكانت ناده معاه من الكوزينه واش نزيدك الكركاع، واش نكثر بزاف. كثرت له الكركاع تيقول لي غير زيدي الكركاع ديريه ثقيل مزيان. بديت كنعيد في الكركاع وكنزيد في الحليب حتى درت واحد العصير اللي معلك كيتلصق
وانا نفتح ديك طحانه وخويت الكويسات، جبت واحد الكويسات اللي رومانسيين زوينين فيهم واحد النقيطات في احمر، وعندهم ديك الجليسه ديالهم من تحت منين كيتشدوا، وحطيتهم في البلاطو وخويت فيهم العصير وهزيت البلاطون وبقيت ماشيه بحال شي حمامه، كنحط رجلي هنا ورجلي لهيه ولابسه الطالون في رجلي باش تزيان اللبسه وتزيان نمشي. بقيت ماشيه بشويه باش نشوفو، وحنيت وحطيت له ديك البلاطو في الطبله وعطيت الكويس في يدو وخديت الكويس ديالي انا وجلست وبقيت كنشرب وكنتبنن في ديك العصير. شحال جا زوين، عمرني في حياتي مدت بحال ديك العصير، جا زوين بزاف، ما عرفتش كيفاش جا وطلع هكاك، جا معسل. بقيت كنشرب في ديك العصير وراسي بدا كيدوخ، حتى هو بدا كيشرب زقبو كامل وبدا كيتملغ معايا وكيتزافط معايا، حتى انا تنقول له حشم حشم، علاش كتزافط معايا بحال هكا؟ ما موالفالكش، كنتي كتجي من الخدمه كتدخل لبيتك تكا، مالك اليوم؟ قال لي عجبتيني. واش من عجبتك؟ انت راك راجل اختي. قال لي وشنو فيها كنتزافط معاك، راك انت نسيبتي. قلت له ايه نسيبتك ودير معايا بحال هكا؟ لا ما جاتش، وانا نمشي بحالاتي. مشيت للكوزينه ديت ديك الكاس اللي كان في يدي حطيته تما ومشيت بغيت نرجع ندخل البيت اللي كنعس فيه، هو يجرني من يدي وبقى كيتزافط معايا. قلت له حشومه حشومه، وشويه وقعوا حاجات غراب، ما بقيناش عاقلين اش وقع، عجبنا الحال. وديك الساعات التحدي اللي درتو مع اختي نجح وطلع في محله، وطلعت صادقه ماشي كنكذب ملي قلت ليها راه الرجال تقريبا كاملين الا بغات تدورهم شي مرا راه يدوروا واخا يكونوا عندهم ما شنو. وصافي مشيت لبيتي ناس ديك الساعه ونط باش نطيب العشاء، شي عشاء رومانسي باش نكملوا السهره، وبقيت كنصايب الماكله، صايب شي ماكله زوينه بلا من نخبرو، خليته وناعس حيت جايان وكاو. مول بعد داكشي اللي وقع زاد كمل العيا، بقيت كنطيب شي ماكله زوينه وجدتها وانا ندق ليه في البيت. دقيت عليه هو يفيق، بقى كيقول ليا غير فتحي الباب ودفعيه. دفعت الباب ومشيت تكيت تما وبديت كنهضر معاه على ودنو، تنقول له راني طيبت لك شي ماكله زوينه، نوض طريا نوض. نوضتو وديتو للحمام غسل وجهو وجلس في الصالون وجبت ديك الماكله وبدينا كناكل، كنعطيه وكيعطيني الماكله، بدينا كناكلو. واحد الماكله اللي طيبتها واعره وسالم، انا تعجبت في راسي كيفاش تطيب ديك الماكله، ماكله غزاله ما دايراش بحال اللي تقول انا غير شاف ديال الطبخ. وبديت كنوكلو، تهليت فيه كنعطيه غير اللحمه الزينه باش يصحح. وصافي بقينا هكاك وكني نوكلك وكنضحكو وكنصافطو. واحد شويه سالينا، قلت له مشي للبيت ديالك، انا نغسل المواعن ونطرف الكوزينه ونجيو نتفرجوا في شي فيلم. بقيت هكاك حتى نقضي شغلي، واللي ساليت مشيت لبيتي وهزيت التليفون وعيطت لاختي، قلت ليها الرهان ديالي راني كسبته، شنو تعطيني دابا؟ قالت لي بصح، قالت لي بصح وانا اللي سنكون راجلي ما تدوروا حتى وحده. قلت لها ما تخافيش بيني وبينك راني غير جربته، انا ما درت معها والو، ما تخافيش راني راعيت الاخوه اللي بيناتنا، واخا انا سنبقى بنادم مع ذلك احترمت الاخوه اللي بيناتنا واحترمت حتى هو راجلك، ما قدرتش ندير معاه شي حاجه غير اختبرته صافي. ايوا اجي لدارك، اجي باش نمشي بحالاتي، او عمك باقا تشوفيني دوزت في هاد الدار صافي. انا دوزت امتحان ونجحت فيه
ولكن ما تخسريش زواجك وعلاقتك. ديري مريضنا مع النوباس، اجي لدارك وانا غنمشي بحالاتي. دوزنا ديك اللويله، ساليت مع اختي التليفون ودوزنا ديك اللويله اللي ليها الفاس وقعت في الراس. اش غندير؟ بقينا كنتفرجوا في واحد الفيلم وتعشينا وكملنا الكساره، واللي غدا صبحت مزنطره. جات اختي على الصباح على النبوري، جات لدارها، هو مشى خدم الخدمه ديالته، ضروري ما يمشي للخدمه. جات لبست حوايجي، ما هضرت معها ما هضرات معايا، ومشيت بحالاتي. كانت هذه هي حكاية اليوم. شكرا لكم بزاف على الوفاء والدعم ديالكم المستمر اللي كيعني لي الشيء الكثير. كانت معكم سلمى من قناة قصص واقعية مع سلمى. ما تنسوش تخليوا لي آراءكم في التعليقات وقولوا لي أشنو تعلمتم من قصة اليوم. نتلاقاو في القصة الجاية. تهلاو في ريوسكم وبسلام عليكم.